قسما بالله يا المهاجرين ما هاجروا من مكة للمدينة إلا بيدوروا رحمة الله، لا بيدوروا خلافه ولا زلط، ما بيدوروا رحمة الله بس. الكلام مش من جايبه، من أواخر سورة البقرة قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما لهم يا رب؟ أولئك يرجون رحمة الله. ما بيدوروا. أنتم دارين ما تكملة الآية؟ والله غفور رحيم. كأن الباري بيقول ما دام بتدوروا رحمتي وأنا جيتكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قسما بالله يا المهاجرين أنهم أعظم الناس أجرا على الإطلاق. أعظم الناس أجر هم المهاجرين، مأجورين قوي وفايزين والباري يرحمهم ورضي عنهم ويدخلهم الجنة. معقول؟ يعني ما خالفوش أبدا. هم أعظم الناس أجرا وفايزين ورحمهم ورضي عنهم ويدخلهم الجنة. أين الكلام؟ الكلام مش من عندي، من الآية 20 21 22 من سورة التوبة. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ما لهم يا رب؟ أعظم درجة عند الله. تريدوا منهم أعظم الدرجات؟ المهاجرين. أنا عاد أعيد الآية عما تفتحوا أذانكم سواء. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فلا إله إلا الله. هم خالفوا جروا علي عجيب. نحن بسمعوا القرآن ما بيقولوا ما شيء، ما بين أقول جنا ولا الكليني. القرآن بيقول هكذا: قولوا لا إله إلا الله. هذا في مسألة المهاجرين. والأنصار يا رب كيف هم؟ صح يا أخوة، الأنصار قبل ما يسلموا قد كانوا متناحري، كل واحد ياكل الثاني، لكن بعد ما سلموا اسكت لك بس. البارقة حولين ما يصلحون لا ينصرون بي مشحوطي عاد ألف بين قلوبهم ولا خليهم الناهري ما ينصرون بي إلا هوليئة. إنها معقول الباري ألف بين قلوبهم؟ أيوة. الكلام مش من جايبه، من الآية رقم 62 من سورة الأنفال. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر ولله الحمد. احفظوا لا سورة تبت. كان بيروح عفروا هنايك لا سير طلعوا به والله لو بيتقالوا محاضرة استنى هكذا عندنا في بني عجيز. احفظوا الله تبت 10 سور اللي تقرأوا فيه الصلاة، لأنه لو تحفظوا القرآن كله يبقى عليك إثم العمل. هكذا يتقولهم لو تحفظ القرآن كله يبقى عليك إثم العمل الأولى فالتي تحفظها أحسن. الله الله يا إخوة، قولوا لا إله إلا الله. شياطين أباليس
قولوا لا إله إلا الله. قد يقول قائل الكلام هذا كل سابر وسوء، الكلام اللي بتقول كل سابر، لكن هم ما خالفوا إلا بعد موت النبي. ما خالفوا إلا بعد موت النبي. هيا اسمع، إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لن يخزيهم الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو هم خالفوا بعد موت النبي، الباري هيخزيهم يوم القيامة ولا ماشي؟ هيخزيهم لو هم خالفوا، لكن ضمن الله أنه لن يصيبهم الخزي يوم القيامة أبدا أبدا أبدا. معقول إن الصحابة ما يخزيهم الباري يوم القيامة أبدا؟ الكلام مش من جايبه، من أواخر سورة التحريم قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ركزوا على كلمة معه، المهاجر والأنصار ما يخزيهم الباري أبدا أبدا أبدا. الآية مرة أخرى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم. عاد باقي معهم نور، هو جالس ولا سر منه ولا 1%، جالس وغيرهم هؤلاء بيقللوا ولا جالس. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.